بيتحولوا شهريا على البنك، وانا حاكم بقالي 30 سنه. اي عموله سلاح في مصر انا ليا فيها، اي عموله بترول انا ليا فيها. ابقى غني ولا لا؟ ولكن مش بدرجه ال70 مليون. لماذا؟ معلش، يا ريت نسمع اعتراف الفنان طلعت زكريا تاني، لانه اعتراف خطير جدا وممكن يغير كتير قوي في سير الاحداث. من يثبت ان هذا الراجل حرامي؟ مين اللي يثبت؟ اقول لك على شيء واقع حصلت بيني وبينه. قال لي يا طلعت انا غني. رئيس مبارك قال لي هذا الكلام، قال لي انا غني، قال لي انا مرتبي في الشهر 14,000 جنيه. 14,000 جنيه بيتحولوا شهريا على البنك، وانا حاكم بقالي 30 سنه. اي عموله سلاح في مصر انا ليا فيها، اي عموله بترول انا ليا فيها. ابقى غني ولا لا؟ ولكن مش بدرجه ال70 مليون. لماذا؟ يعني الرئيس السابق اعترف بمنتهى الوضوح بانه بياخد عمولات سلاح وعمولات بترول. امال ايه اللي بيخليه في الحكايه دي؟ من الأخبار صفحة 3 بتهمة الحصول على عمولات سلاح. النيابة العسكرية تحقق في بلاغات ضد مبارك وسالم. من الأهرام الأوراق أمام النيابة العسكرية، ومبارك ينفي تقاضي عمولات من صفقات السلاح. بيتهيألي دلوقتي نقدر نطالب بكل أريحية إن الفنان طلعت زكريا يمثل كشاهد أساسي في قضايا عمولات السلاح والبترول، ويمكن يعرف بعد التجربة دي إن مش كل اللي بيقوله صاحب السلطة صح ومحترم وشرعي. واعتراف الرئيس السابق لطلعت زكريا سيد الأدلة. خلينا نشوف الفنان طلعت زكريا وهو بيتكلم تاني عن الاعتراف ده، والفيديو مهدى لجهات التحقيق لضمه كمستند مهم في القضية. من يثبت ان هذا الراجل حرامي؟ مين اللي يثبت؟ اقول لك على شيء واقع حصلت بيني وبينه. قال لي يا طلعت انا غني. رئيس مبارك قال لي هذا الكلام، قال لي انا غني، قال لي انا مرتبي في الشهر 14,000 جنيه. 14,000 جنيه بيتحولوا شهريا على البنك، وانا حاكم بقالي 30 سنه. اي عموله سلاح في مصر انا ليا فيها، اي عموله بترول انا ليا فيها. ابقى غني ولا لا؟ ولكن مش بدرجه ال70 مليون. لماذا؟ بعد كل اللي سمعتوه ده، كانت هناك شذرات من أصوات بتقول عكس كل اللي فات وبتسمي الأشياء بمسمياتها. يعني الرئيس السابق متنحي ولا مخلوع؟ أنا أفضل الرئيس المخلوع. رئيس المخلوع. المخلوع وليس المتخلي، لأنه خلع ولم يتخلى، خلع بإرادة الناس، بإرادة